أنا عايز أقول لك معلومة مهمة. ربنا ما عندوش بديل ليك، لأنه يحبك أنت وعايزك أنت، وليه مشيئة لحياتك أنت، وليه قصد وتدبير لحياتك أنت بشكل خاص. يونان عنده نفس التمرد بتاعي، عنده نفس الاحتياجات بتاعتي، عنده نفس الطموحات والأهداف اللي لو قعدنا نحكي معاه على فكرة هيقنعنا إنه كان لازم يهرب. أنا عايز أعيش، وربنا يقول له اسمع، وأنا كمان عايزك تعيش، بس أنا خلقتك عشان تعيش بتحقق وجودك، ووجودك في إنك تبقى بركة اللي حواليك، وجودك في إنك تبقى سندة اللي حواليك، وجودك في إنك تبقى بتوصل لي ناس أشفيهم وعالجهم، أو أديك نعمة تشفيهم وتعالجهم وتطبطب عليهم. للأسف الشديد إن الإنجيل بيعلن لنا إن إحنا بنختار نكون جنود، لأن في الوقت اللي بتسيب دعوة الله لحياتك وقصد الله لحياتك، إبليس بيستخدمك عشان تجرح ناس.